بسم الله الرحمن الرحيم. بديعة بنت ريا وحسب الله أشهر عصابة في خطف وقتل السيدات ودفنهم بعد سرقة مصاغاتهم الذهبية في مدينة اسكندرية في عشرينات القرن الماضي. إزاي كانت نهايتها وإزاي ماتت وعاشت فين بعد إعدام أبوها وأمها؟ وهعرض لحضراتكم لأول مرة صورة من شهادة وفاة بديعة. وبديعة كانت الابنة الوحيدة لريا من زوجها حسب الله. على الرغم من إن ريا حملت أكتر من مرة لكن كان الجنين بيموت. عاشت بديعة حياة صعبة مع ريا ووالدها حسب الله، حياة فقر وجوع وتشرد، وكانت معاملتهم سيئة. على الرغم من إن بديعة بنتها الوحيدة لكن كانت ريا بتعاملها معاملة شديدة القسوة والعنف. عاشت بديعة وحيدة وفي حالة رعب وخوف مستمر، لأنها كانت بتشوف أمها وأبوها وهم بيقتلوا الستات ويدفنوهم مكان ما بيناموا. استمرت حياتها بالشكل ده لغاية ما تم اكتشاف العصابة وتم القبض على أبوها وأمها. وفي 16 مايو سنة 1921 تم إصدار الحكم بالإعدام عليهم شنقا حتى الموت. وبعد كده تم إيداع بديعة في ملجأ للأيتام، لكنها كانت بتتعامل هناك معاملة سيئة نتيجة جرائم أبوها وأمها اللي هم ريا وحسب الله. وفي يوم من الأيام سنة 1925 اندلع حريق هائل بالملجأ تقريبا بعد 3 سنين من دخولها ليه، ونقلت بديعة للمستشفى في حالة صحية حرجة جدا نتيجة الحروق الشديدة اللي أصابتها من الحريق. وتوفيت بديعة في 14 سنة 1925 وكان عمرها في الوقت ده 13 عام.